بيبدأ الفيلم في الهند مع البنت دي سيا اللي كانت واقفة ومستمتعة جدا بالمطر، ولما المطر وقف زعلت وقالت ليه كده. وفي اللحظة دي بيلمحها روني وبيستغرب جدا من حوارها مع المطر وبيبدأ يتريق عليها، ولما لفت لقت عينه عليها وقالت له انت خلصت بص عليا خلاص؟ فروني رد وقال لها لا، انا كنت بس مستنيكي تسكتي علشان كنت عاوز اكلم المطر انا كمان. وفضل يقل ادبه عليها ويقول ان هي مجنونة، فهي طلبت منه انه يمشي، وقبل ما يتحرك السواق فرمل القطر فجأة فخبطوا في بعض وهي حضنته بالغلط. فروني تاه في عينيها لكام ثانية وبعدين هي بعدت ايده وراحت تقعد جنب والدتها. بعد كده روني بينزل في المحطة وبيلمح سيا في القطر، ولما شافته حدف لها بوسة في الهوا وهي اتكسفت وضحكت ونزلت من القطر وقالت له انت فاكر ان انا هحبك؟ رد وقال لها هتحبيني، احنا لسه في البداية. فعلا سيا كانت بدأت تقع في حبه وسابته ومشيت. في الوقت ده كان في راجل في المحطة اسمه رغاف شاف سيا ووقع في جمالها، ورغاف ده بيطلع زعيم عصابة كبير. وروني بيقرر يرجع يركب القطر تاني علشان سيا، وأول ما القطر بدأ يتحرك سيا قالت له إن أبوها نزل من القطر ولسه مرجعش. فروني جري بسرعة يدور عليه بره، بس أبو سيا كان لسه على القطر. فهي صرخت بسرعة وقالت لروني أبويا على القطر خلاص تعال اركب بسرعة. فروني جري بأقصى سرعة عنده بس اتكعبل ووقع على الأرض، وللأسف معرفش يحصل القطر، وهما الاتنين زعلوا جدا لأنهم افتكروا إنهم مش هيشوفوا بعض تاني. بعد كده رغاف بيروح لمدرسة شاولين لتعليم الفنون القتالية، وبنعرف إن أبوه هو الماستر وصاحب المدرسة دي كلها. وتاني يوم روني بيوصل لنفس المدرسة دي، والطلاب كانوا عمالين يتدربوا على اليوجا مع الماستر، وروني بيشتت انتباههم ويقول للماستر انه معاه رسالة ليه من ابوه. وبنكتشف ان ابو روني والماستر كانوا صحاب زمان، والرسالة دي كانت بتقول لو انت بتقرا الرسالة دي فده معناه ان مت خلاص. وابو روني كان بيوصي الماستر على ابنه روني لانه ولد طايش وما يعرفش غير الخناق، وقال الماستر بعد موتي هكون قلقان عليه جدا، فارجوك خد بالك منه وخليه بني ادم صالح. بعد ما الماستر قرا الرسالة اتكلم مع روني وسأله عن عمره، فروني قال له انه عنده 23 سنة، فالماستر قال له انه هو عنده 68 سنة. فروني اتريق عليه، فالماستر قال له انت شاب طايش ومتهور. فروني رد قال له واللي بيقف في طريقي بكسر له عظمه. فالماستر هجم عليه ورماه على الارض وهزقه قدام الطلاب، بس روني قام وقال له انا ما بضربش العواجيز. فالماستر رد قال له انت ما تقدرش اصلا. فروني قال له ما تحاولش تخليني اغضب. فروني بيروح لاوضته وبيقابل راو اللي بيفرجوا على الأوضة والمكان ويعرفوا على عيل صغير اسمه سوبو. فروني بيتفاجئ إن الأوضة فاضية تماما ومفيهاش أي سبل راحة، السرير مجرد حتة قماش مفروشة على الأرض ومفيش لا تكييف ولا تلاجة. فروني بيسأل راو هو مفيش أكل هنا؟ فراو رد وقال له إن روني هو اللي هيجهز الأكل للطلاب، لأن كل الطلاب مشاركين في سباق قوارب. وبنشوف سباق القوارب اللي كان رغاف مشارك فيه، وسيا كانت واقفة وسط الجمهور بتشجعه، ولما رغاف شافها اتفائل وركز جامد في السباق عشان يلفت انتباهها، وفعلا رغاف بيكسب السباق. وبعد كده رغاف رفض يروح يستلم الكاس وفضل يدور على سيا، بس هي كانت سابت المكان ومشت في المدينة. وفي الوقت ده روني كان شايل أكل الطلاب اللي هيجهزه وعدى من جنبها من غير ما حد فيهم يشوف التاني، والدنيا بدأت تمطر وسيا كانت طايرة من الفرحة. وفي اللحظة دي روني بيلمحها وبيروح لها، فقالت له انت تاني؟ تعرف اني كنت زعلانة جدا انك نزلت من القطر وفاتك. فروني رد وقال لها انا فوتت القطر بمزاجي، ايه الفايدة من ركوب قطر مفيهوش بنت جميلة زيك؟ فسيا ضحكت وسابته ومشت، وهو مشي وراها وقال لها كل ما اشوفك لازم تمطر. فقالت له طيب بتجري ورايا ليه كل مرة؟ فرد وقال لها دايما بتمطر لما بنتقابل، بحس ان قدرنا واحد. فبعدين بيلمح فنار وبيقترح يروحوا هناك، بس المطر وقف، فقال لها لو مكتوب لنا نشوف بعض تاني هنتقابل لما تمطر. فسيا سابته ومشت، وروني بيدخل المدرسة وبيشوف رغاف بيتدرب مع الطلاب، وبيتفاجئ من قوة رغاف ومهارته في القتال. فرغاف كان بيفكر في سيا، وأثناء التدريب في طالب جرح صدره بالغلط، فرغاف غضب وضربه بكل قوته، وقبل ما يخلص عليه الماستر دخل وأمر الكل يروح ينام. بس روني ما نامش، راح يسهر ويشرب كحول مع راو، وبالصدفة أبو سيا اللي روني ما يعرفوش قعد معاهم وشربوا سوا. وتاني يوم الصبح الماستر بيأمر مساعده يصحي روني علشان يجهز الأكل وينظف المكان ويضرب جرس الإنذار. فروني فضل مستمر على الوضع ده لفترة طويلة لحد ما زهق وتعب. وفي يوم من الأيام الجو كان ممطر، وسيا وروني كانوا فرحانين جدا، وسيا كانت خارجة علشان تقابل روني، وفجأة رغاف وصل بيتهم علشان يقابل أبوها وقال له أنا عاوز أتجوز بنتك. فأبوها سأله عن أبوه وفهموا إن عرسان كتير بيتقدموا لسيا، بس هو بيرفض لأنه عاوزها تبقى ممثلة مشهورة. فرغاف طلع شنطة مليانة فلوس، وأبو سيا اتصدم من كمية الفلوس وقال لرغاف جهز الجواز بسرعة.
واعتبر نفسك جوز سيا من دلوقتي. فرغاف طار من الفرحة ومشي. في نفس الوقت سيا راحت تقابل روني عند الفنار، وفجأة الجو اتغير وبقى ممطر، فروني كان هناك بس الناحية التانية. فسيا كلمت السحاب وقالت له روح مطر هناك عشان يعرف ان انا مستنياه. فروني سمعها وراح لها وقال لها انتي مجنونة. ومن الوقت ده بدأوا يتقابلوا دايما واعترفوا بحبهم لبعض. وسيا ادت له الخاتم بتاعها وقالت له لو ضيعته هقتلك لانه هدية من ابويا. بعد كده روني راح شرب لحد ما سكر ورجع للمدرسة وهو بيتطوح. الماستر شافه وقال له ده مش فندق علشان تخرج وترجع براحتك في الوقت اللي يعجبك. فروني رد وقال له انا ما كنتش عاوز اعيش هنا اصلا، بس دي كانت رغبة ابويا علشان تدربني، بس انت معلمتنيش اي حاجة وبتعاملني زي الخدام. وعلى فكرة الكاراتيه الصيني احسن من الفنون القتالية بتاعتك. وكان ماشي بس الماستر وقفه وقال له ان اللي اخترع فنون الشاولين هو هندي، وسافر الصين ودرب الصينيين على 80 اسلوب من الفنون القتالية، لان الصينيين ما كانوش يعرفوا حاجة عن فنون القتال وقتها. وفجأة قرب منه وضربه بوكس في بطنه خلاه يرجع كل اللي شربه. ولما عرف انه بيشرب كحول اخده قدام مراية وقال له الغزال بيصحى الصبح بدري يجري خايف انه يتقتل، والاسد بيصحى بدري ويقول لو ما استعجلتش مش هلاقي حاجة اكلها واموت من الجوع. انت لازم تبص لحياتك وتلاقي هدف، يا اما هتموت من جواك ولازم تكمل تدريبك. فروني سأله تدريب ايه؟ انا من ساعة ما جيت هنا ما بعملش غير الاكل والتنظيف وغسيل الهدوم. فالماستر كان هيهجم عليه بس روني اكتشف انه قادر يصد الهجوم ويدافع عن نفسه. فالماستر فهمه انه اتعلم السرعة من شغل البيت في المدرسة، وقال له انه بيتدرب من اول يوم جه فيه. فروني اتفاجئ واعتذر له عن سوء التفاهم. وبعد كده روني بدأ تدريبه بكل جدية وتفوق على كل الطلاب. وفي نفس الوقت رغاف كان حاسس بالغيرة منه لأنه الماستر كان مهتم بيه. فالماستر سلم على روني وقال له جدع، أثبتت إنك شاب ماهر، وحضنه لأنه كان قد المسؤولية. وفي يوم من الأيام روني وسيا كانوا مع بعض، وسيا شافت أبوها من بعيد، فروني قال لها تركب توك توك وتمشي. وفعلا مشت لأنه ما كانش عاوز أبوها يعرف إنه بيحبها. ولما أبوها شافه قال له هو أنت بتسيب صاحبتك تمشي كده؟ مش كنت تعرفني عليها؟ يلا بينا نروح نشرب حاجة. فروني رد وقال له أنا آسف أنا بطلت الشرب. بعد كده أبوها اتصدم لما شاف خاتم سيا في إيد روني، وعرف إن البنت اللي بيحبها هي سيا، وحاول ياخد الخاتم منه بس روني رفض وأبوها غضب جدا. فأبوها راح وحكى لرغاف كل حاجة. فرغاف قال له أنا هقتل الولد ده. فالماستر سمعه وقال له الحب عمره ما بيجي بالعافية، أنت تقدر تقتل بس مش هتلاقي الحب، وانا مش هسيبك تقتل حد طول ما انا عايش. فرغاف غضب من كلامه وقرر يحط سم لابوه في الاكل ويقتله بدم بارد. وبعد كده امر رجاله يجيبوا روني، ورجاله رغاف قالوا لروني ان رغاف عاوزه، فطلب منهم يستنوا علشان يجيب حاجه حلوه لصوبه. فرجاله رغاف خطفوا صوبه لانهم عرفوا ان روني بيحبه. وروني اتجنن وجري وراهم لحد ما حصلهم وطلب يرجعوا العيل، بس قعدوا يحدفوا الولد ده لبعض وروني كان مذهول ومش عارف يعمل ايه. وهنا روني فقد اعصابه وغضبه انفجر، وفي 2 مسكوه بس روني نزل فيهم بوكسات شمال ويمين. فالعصابه جريت وحدفت صوبه في مكان عالي بس روني لحقوه، ورجالة العصابة نزلوا علشان يواجهوه. وروني بدأ يهجم عليهم كلهم ومحدش قدر يقف في وشه، ومسك رئيسهم وضربه بكل قوته وكان هيقتله بس صوبه وقفه. ورغاف وصل بعد كده وبدأ يضرب روني، ورغاف كان أقوى طبعا من روني بكتير. فروني حاول يضربه بس معرفش لأن رغاف صد كل ضرباته، ورغاف كان هيخلص عليه بس روني هرب. ورجالة رغاف جريوا ورا روني بس روني مسك خرطوم بنزين ورشه عليهم ومسك ولاعة وسأل رغاف عن سبب كل ده. فرغاف رد إنه هو الغلطان لأنه دخل حياة سيا وإنه بيحبها وهيتجوزها. فروني قال له مستحيل لأن سيا بتحبني أنا. فرغاف رد وقال له الستات بتحب القوة وإنت ضعيف. فروني رش البنزين على نفسه وقال له أنا مستعد أموت علشانها، أنت كمان مستعد؟ يلا بينا. فرغاف قال له أنا هخلص عليك وأقتلك دلوقتي. فروني قال له مستعجل ليه على قتلي؟ معركتنا لسه مبدأتش. وبعد كده كلهم راحوا يحضروا جنازة الماستر، ورغاف قرر يسيب روني عايش علشان ما يبقاش بطل في عيون سيا، وكان عنده خطة معينة يتخلص بيها منه. فروني قعد جنب قبر الماستر وعيط وقال انت اللي عملت مني راجل، انا عمري ما هنسالك ده وهكمل تدريبي في القتال علشان خاطرك. وبعد كده الشرطة جت وقبضت على روني بتهمة انه دمر محلات الناس وخوفهم اثناء خناقته في الشارع. فطبعا رغاف هو كان اللي طلب من الشرطة تقبض عليه لأنه دافع رشاوي لكل الضباط في المدينة. فروني عرف إن رغاف هو السبب وإن أبو سيا متواطئ معاه،
وبعد كده روني خرج من السجن بكفالة دفعها أبو سيا، وروني راح يحكي لسيا كل حاجة وقال لها إن أبوها تآمر مع رغاف علشان يسجنوا ويبعدوا عنها، بس سيا قالت مستحيل. طيب أبويا دفع الكفالة وخرجك ليه؟ فرد وقال لها علشان لما أجي أقولك على اللي حصل ما تصدقينيش. وفعلا سيا مصدقتش كلام روني، فروني قال لها أنا قررت أسافر وهكمل تدريب القتالي بره المدينة، القطر هيتحرك الساعة 6، لو جيتي تودعيني هفهم إنك بتحبيني زي ما بحبك. فروني سابها ومشي، وسيا راحت لوالدتها وعيطت وحكت لها كل اللي حصل. وفي الوقت ده أبوها كان جرح نفسه وخبط راسه في الحيطة ودخل الأوضة وهو بينزف، وقال لسيا إن روني هو اللي عمل فيه كده لما طلب منه يصفوا الأمور بينهم، وادعى إنه ضربه وشتمه ورجع لها خاتم مزيف. وسيا صدقت الحوار واتصدمت. وفي الوقت ده روني كان في محطة القطر مع سوبو ومستني سيا، بس هي ما جاتش. خطة أبوها نجحت، وسيا قررت ما تتجوزش رغاف وتدخل مجال التمثيل. فرغاف وصل لمكان التصوير وقابل أبو سيا وضربه بالقلم على وشه لأنه لسه ما أقنعهاش تتجوزه. وفي اللحظة دي سيا ظهرت، فرغاف خطفها وأخدها على تايلاند. ومنتج الفيلم وأبو سيا راحوا اسم الشرطة، بس الضابط قال لهم مين اللي خطفها؟ رغاف زعيم المافيا. روحوا قدموا بلاغ لوزير الداخلية مش ليا أنا. فراحوا لعضو البرلمان، بس قال لهم إنه ما يقدرش يقف في وش رغاف، ورغاف كان حابس سيا في مبنى متحوط بحراسة مشددة جدا. وأبو سيا والمنتج راحوا لمسؤول كبير في الهند وطلبوا مساعدته، بس المسؤول لما عرف ان رغاف هو اللي خطفها واخدها لتايلاند قال لهم انهم ما يقدروش يتدخلوا هناك وان الموضوع هياخد وقت. فالمنتج مشي زعلان لان تصوير الفيلم واقف، وده مسبب له خسائر ماديه كتير وفقد الامل في الحل. بس ابو سيا قال له ان في شخص واحد بس اللي يقدر يساعدهم وهو روني. وفي الوقت ده كان مستوى روني في الفنون القتاليه كان اتطور جدا، وجاله تليفون من المستشفى اللي سوبو بيتعالج فيها. الولد كان محتاج عمليه عشان يرجع يتكلم، والدكتور قال له العمليه ممكنه وهتنجح، بس لازم توفر التكلفه علشان الدكاتره يبداوا. وروني قعد يفكر هيجيب الفلوس منين. والمنتج وابو سيا وصلوا، وابوها استخبى، والمنتج هو اللي كلم روني وقال له على مشكلته مع الفيلم. وروني كان سرحان بيفكر في سوبو، فالمنتج قال له نجمة فيلمي الأخير اتخطفت، لو قدرت ترجعها أنا هديك أي مبلغ فلوس أنت عاوزه. فروني بصله واتصدم لما المنتج وراله صورة سيا، وروني سابه ومشي وقال له مش هتدخل في الحوار ده. بس أبو سيا قال للمنتج ما تقلقش لأن روني لسه بيحبها وأكيد هينقذها، وإلا ليه اتوتر كده. فروني بدأ يفتكر ذكرياته مع سيا، فالمنتج راح له وسأله لو غير رأيه، فروني قال له إنه هينقذها بس عشان محتاج الفلوس. فروني بدأ يجمع معلومات عن حراس رغاف وسافر لتايلاند. وفي الوقت ده رغاف دخل أوضة سيا ولقاها غضبانة وبتكسر في كل حاجة، فحاول يهديها ويقول لها ما تخافش وإنها هتبدأ حياة جديدة معاه بعد ما يتجوزوا. فسيا قالت له الجواز ده في أحلامك، أنا هقتلك لو جات لي الفرصة. فرغاف قال لها أنت هنا في مدينتي، ما تفتكريش إن في حد هيجي ينقذك. ورغاف ما كانش يعرف إن روني وصل تايلاند خلاص، وروني وصل لحلبة قتال شوارع واتحدى أحسن مقاتل في المكان. القتال بدأ والكل كان مراهن على خسارة روني، بس روني وقع خصمه بحركة واحدة والكل اتصدم. وهدف روني إنه كان يوصل لشخص اسمه جيم، كان صاحب الحلبة وواحد من حراس رغاف. وبسبب فوز روني جيم خسر مبلغ فلوس كبير في المراهنات، وخطة روني نجحت بالظبط. وجيم ورجالته راحوا البيت اللي روني قاعد فيه، وروني بدأ يجري منهم في الشارع، وبعدين بدأ يقاتلهم ووقعهم واحد ورا التاني بمهارة عالية جدا. وبعد كده جيم رفع المسدس في وشه، بس روني خطفه منه ووجهه عليه وقال له فين بيجو؟ فجيم خاف وقال له على مكانه، وبيجو ده كان واحد من رجالة رغاف. وروني راح بيته وضربه، وبعدين وجه المسدس في وش مراته وهدده وقال له قول لي فين سيا والا تودع مراتك. فبيجو ده قال له الاحسن ما تتدخلش، انت مش قد رغاف ومحدش يقدر يوصل له الا لو هو عاوز. فروني ضغط عليه، فبيجو خاف وقال له على المكان اللي سيا محبوسة فيه، بس حذروا ان المبنى عليه حراسة مشددة من رجالة مسلحين، وفي كل دور في مقاتلين محترفين متدربين على اعلى مستوى وابطال عالم في الكاراتيه والكونغ فو. وقال له لو عديت منهم كلهم هتقابل يانج، وده مش بني ادم، ده آلة قتل صينية. وفي الدور الاخير سيا هيكون بيحرسها نخبة من المقاتلين الهنود. وفي نفس الوقت رغاف دخل اوضة سيا علشان يصحيها ويحط سلسلة في رقبتها، بس لما صحيت ولقيته قربت منه وضربته. وحراس رغاف دخلوا وضربوا سيا على راسها لحد ما فقدت الوعي. فرغاف كلم بيجو وقال له ان سيا اتنقلت للمستشفى. فروني سأل بيجو على مكان المستشفى، بس بيجو رفض يقول له. فروني قتل له مراته وعرف مكان المستشفى. وروني كان خطف جيم وحاطه في شنطة العربية، وبعد كده اتنكر في زي دكتور، وسيا اتفاجئت لما شافته. وروني كان بياخدها علشان يمشوا. في اللحظة دي جيم عرف يكلم اخوه يانج وقال له ان في راجل هندي حبسه ودخل المستشفى. فرغاف سمع المكالمة وعرف انه روني.
فجري هو ورجالته علشان يلحقوه، فعلا حصلوه ورغاف وجه المسدس في وشه. بس روني حط مشط على رقبة سيا وقال لرغاف لو انت او الخرفان اللي معاك اتحركتوا هقتلها، واجبرهم ينزلوا اسلحتهم. وروني هرب من المكان وركبوا تاكسي بسرعة. وبعد كده روني اخد سيا وركبوا مركب رايحة لجزيرة، وطول الطريق محدش فيهم بص للتاني وكانوا بيفتكروا ايامهم زمان. وصلوا للجزيرة اللي المفروض أهل سيا هيجوا ياخدوها منها، وروني قال لها أنا آسف إني وريتك وشي تاني، فقالت له أنا ما طلبتش منك تيجي، فرد وقال لها أنا ما جيتش عشانك، أنا جيت عشان أنقذك عشان الفلوس. والكلام ده ضايقها جدا وقالت له أنا مش عاوزاك تاني، وعلى فكرة أنا كنت أقدر أهرب لوحدي. فروني كان ماشي بس المطر بدأ ينزل، فقلع قميصه وحطه على كتافها. وفي اللحظة دي سيا شافت ان الخاتم لسه في ايد روني، وبدأت تحكي له على كل اللي حصل، وهو كمان حكى لها على كل حاجة. ولما عرفوا الحقيقة رجعوا يحبوا بعض تاني وقعدوا يرقصوا ويغنوا. بس رغاف ورجالته وصلوا وضربوه على راسه واخدوا سيا منه ونزلوا فيه ضرب جامد. ويانج نزل من العربية عشان ينتقم لاخوه، وبيجو هو كمان علشان مراته اللي روني قتلها. فرغاف قال لروني انت كتبت شهادة وفاتك بايديك، وامر بيجو ويانج يضربوه ويكسروا عظمه. والاتنين بدأوا يضربوه، وبعدين بيجو طلع مسدسه وقتل روني انتقاما لمراته. سيا انهارت وشافت شريط ذكرياتهم بيعدي قدام عينيها، وجثة روني وقعت في المية. ورغاف أخد سيا ومشي وقال لها أنا عاوز أبدأ حياة جديدة معاكي وأتجوزك، ولو مش موافقة هتحصلي حبيبك. وفي اللحظة دي المطر بدأ ينزل، وسيا حست إن روني لسه عايش، وفعلا روني كان ما ماتش. هجم على الحراس اللي عند المدخل وخلص عليهم، وبعدين دخل الدور على اللي بعده وكسر عظم الرجاله اللي وقفوا في طريقه. وبعدين دخل الدور اللي بعده وكسر عظم الرجاله اللي وقفوا في طريقه، وواجه رجاله الكاراتيه والكونغ فو وما سابش حد فيهم عايش. وروني كمل طريقه زي الاسد وبيصفي اي حد يقابله. فرغاف شافه في الكاميرات وما كانش مصدق عينه، وعرف ان بيجو ما قتلش روني وسابه عايش. بيجو قال له انا ما قتلتهوش لان روني معاه حق، هو كان عنده فرصة يقتل مراتي بس ما عملش كده. فرغاف ضحك وقتل بيجو. وبعد ما روني قضى على رجالة رغاف ما بقاش غير آلة القتل يانج، فدخلوا في خناقة طحن. ويانج فعلا كان مقاتل قوي وقدر يواجه ضربات قوية لروني، ومسكه وقال له في فرق كبير بين القتال الصيني والقتال الهندي الضعيف اللي انت بتلعبه، وضربه في وشه وفي بطنه. بس روني استجمع قوته ووراه اسلوب القتال الهندي اللي كان اتعلمه من الماستر، وكسر له عظمه وبعدين خلص عليه وقتله. وسيا كانت هربت وحضنت روني وقالت له يلا نمشي من هنا، بس روني قال لها ما ينفعش، في واحد بس مننا هيخرج من هنا عايش. وراحوا يواجهوا رغاف اللي قال له محدش بيبقى بطل بعد 4 شهور تدريب بس. فروني رد عليه وقال له في فرق كبير بين الحمار والحصان. فرغاف ضرب روني برجليه، وسيا حاولت تهجم بس ضربها هي كمان، وحصلت مواجهة عنيفة بدأت بين روني ورغاف. ورغاف كان متفوق على روني وفرص روني قدامه كانت ضعيفة. فرغاف قال له ايه تعبت خلاص، انا قتلت ابويا علشان اتجوز سيا وانت جاي تقف في طريقي. فروني لما عرف ان رغاف هو اللي قتل الماستر غضب جدا وقال له الماستر بتاعي لسه عايش وتعاليمه بتجري في عروقي، صحيح انت من دمه بس قوته ومهارته في دمي انا. وروني بدأ يعمل حركات الماستر كأنه لسه عايش، وهجم على رغاف وكسر له عظام رقبته، وبعدين كسر له القفص الصدري والعمود الفقري وخلص عليه تماما، وكسر له جمجمته كمان. وبعد كده رجعوا لمدرسة الماستر، وروني عمل له تمثال وقرروا يكملوا تدريب الطلاب. ومع اللقطة دي من الفيلم بيخلص وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشترك بقى. بحبكم كلكم وباي باي بقى.